أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس ويس 34 من دروس الفقه المالكي. درسني عندنا مثلا نبضر صلاة الكسوف والخسوف، وكنت سمكتيغ باللي ذي السنن المؤكدة نهضرت في الوتر، صلاة الوتر، نهضرت في صلاة العيدين، العيد تام شطوح ثاكذ العيد ثام قرانت. من بعد نهضرت في صلاة الكسوف والخسوف. ند الكسوف ذهاب ضوء الشمس كلية أو جزئيا، ماذا الخسوف ذهاب ضوء القمر أيضا جزئيا أو كليا. نفكدك يعني التفاصيل الشدة نرزال اللي ثاقيهم يقارن صلاتي الكسوف والخسوف. ونفكدايث مثلا باللي الشريعة النغ والحمد لله أتسيوضا مذان باش أين كيقدرون ذي الدونيث أثي قابل الطاعة، أين كيقدرون ذي الدونيث أثي قابل الطاعة. يعني أما ذي طيج إغاث ذقاس بالكسوف القمر ذقيض إغاث الخسوف، إما كليا إغاثياك نغ جزئيا الشوط ذيكس لمدة معينة. ثقي حدث يظهر ذي الدونيث مع انتهى خلافا للمألوف. وذا باش نفهم يتمثل في كاون دي ثياران غاون دمي من الزلازل، ضرا زلزله، ضرا فولكان، بركان، ذا شو دينا شرعنا كي قال ازلت ربي سبحانه. ربي يدي القرآن الكريم ففروا الى الله، رول ثرسي يا ربي سبحانه عز وجل. ثقي من جهه تذللا وطاعه لله سبحانه وتعالى واسترحاما له طلبا لرحمته، بمعنى أين دغي خصا أنه غلا أثن السوثر كنسا وحدث ذي زلزلة تضراد كيف باش هذي بعض ربي فلان غلب لا، وهكذا. إلى المقصود وايض باش الإنسان يعيش في حالة من الانسجام مع أحداث الكون. بالك وايض كاين سي ناتوريل نورمال، يضرا نورمال، الزلزال ناخذ البركان، ناخذ كسوف الشمس، ناخذ كسوف القمر، نورمال عادي. صحيح هي ظاهرة طبيعية، ولكن أنفهم بلي الدنيا ثقي الكون كي ساعة مضبر يوليك تدبيرا ربي سبحانه جل جلاله. قلت من جهة أخرى الإنسان وهو يطبق هذه الأحكام الشرعية ينسجم ويتناغم مع أحداث الكون. مثلا ذي الدعاء، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في كل الأحوال. ثوثد الهوى يونو السينارة ثشرعيث أكيد الهوى الله يبارك، وقيمات الله يبارك تيجي الله يبارك، ولكن غرس دا يفور يغلد وخلاص. ولكن الشيني الطائع إلى قدين الدعاء اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا، ربي اجعل الهوى يقيد الهوى ينفعنا ماشي الهوى يتضرون. ولي ما إلا ضاضو أدين اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ما ضاضو ما الهوى ما ضرعذا ما زلزلة ما أين كيضران لانت الأدعية ثولاض أين يلهان يوني ساعة خام نغي طوموبيل نغي يربح ذي الشركة ينس نغذا شو ودن قرار إيهوه لا دين الله يبارك. ذي الحديث بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. ثولا ذي المصاب مصاب ذا شدين الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ثولا ذي ذا موضين طهور إن شاء الله. مع انتهى النبي صلى الله عليه وسلم يفكى يغيد الأدعية يشدن أرثوذرث النغ
ديم كل شيء دائما الدعاء لله، الطاعة لله، الطاعة لله، العبادة لله والدعاء. أما كان ديال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. بعد الدعاء الرواية نظن يناد الدعاء هو العبادة، ماشي مخ العبادة، هو العبادة، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة. من بعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء، وأدلة كثيرة في الكتاب والسنة. إذن مثل هذه العبادات والطاعات المقررة في الشريعة الإسلامية لها مقاصد. شرحنا موضوع العيدين، موضوع صلاة الكسوف، كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر، كل هذا شرحناه وبيناه. السابع يرضى ربي سبحانه نتحدث عن صلاة الاستسقاء، وهي طبعا من السنن المؤكدة كما ذكرنا فيما سبق. صلاة الاستسقاء نسأل الله عز وجل أن يغيثنا بغيثه، وأن يكون الغيثا نافعا صيبا طيبا نافعا. زرميث مثلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. عند دوس الآية تسد في سورة الأنبياء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم وجعلنا من الماء كل شيء حي. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الرتق معناه الضم، ففتقناهما، الفتق معنى الفصل، فصلناهما يعني بعدما قدر الله عز وجل استقبال البشر في هذه الأرض، فوق هذه الأرض، قدر أن يفصلها عن المجموعة الشمسية الملتهبة لتتحقق فيها مقومات الحياة من هواء نقي نافع وغذاء وماء وغذاء وغيرها من مقومات الحياة. ففتقناهما، بعد ذكر الله عز وجل نعمة من نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء يعني سواء هذا الماء يجعل له ربي سبحانه فوائد عديدة جدا. الطهارة، تحدثنا عن أحكام الطهارة فيما سبق في الفقه. الطهارة سوى شذرة سوى الماء، وكما يقول الفقهاء وقد شرح ذلك أن يكون الماء مطلقا، الماء ما يصح أن نطلق عليه لفظ الماء بلا قيد ولا إضافة. وقال كذا شدين ذمان وجماء طهور. هذا الماء الطهور يصلح للعبادة وللعادة. أمانجي صلحا العبادة يعني تاخذ الوضوء، الإنسان يغتسل يعني يدير الطهارة الكبرى يا خاكا، هذا مناي ماء مطلق بلا قيد ولا إضافة. ويصلح للعادة، بعد ما يستر ذا قادوميس، يستر ذا القشيس، ذي سوى الطجرة يسقي بها الأشجار ويغسل بها وجهه ويغسل بها الثياب نتاعو ماء. والعلماء نند الماء كي يكون على الإطلاق، على إطلاقه بلا قيد ولا إضافة، معناتها لم تتغير أوصافه أو لم يتغير وصف من أوصافه. الريحة ينس في دلالة، اللون ينس في دلالة، لا كولور في دلالة، الطعم ينس الذوق ينس في دلالة. تسيقى الأوصاف ثلاثة وقي ثمان. يلا من مريل ومان ماء مطلق أذيلين، إما مياه الأمطار زمن الهواء، مياه الآبار زمن الفيور، مياه البحار زمن البحر، مياه الأنهار زمن السفن، إلى آخره إلى آخره. وكذا طبعا شرحنا هذا فيما سبق في درس من الدروس، ولكن من باب التذكير. وكذا زمان مطلق، ولكن وكذا لو كان نخلط شويه من الزيت، نغ شويه طنتامنت، نغ شويه
ويفكي شيء من العسل أو من الزيت أو من الحليب ما خلطن أمشي ردينض إسكا دينض ضمان كيني غاشو ثواكي مشى دينض كيف تجيب دخلنا شوية هنا دخلتنا حاجة هنا الزيت نغل العسل نغل البن اش دينض هل هو ذا ماء؟ الجواب لا. إذا قد دينض ماء مخلط بالبن بالحليب بالعسل نغ بالزيت ومادام درت إضافة خضمض إضافة إذا لم يعد ماء صالحا للعبادة صار صالحا للعادة دون العبادة وقال لك واش نخلط شوطو يفكي وريجوز راه اتزرد السم اتغض الوضوء يجوز نرى ولكن جوزني وين نظن اتسير ذا القش اسدو بلي ضايفكي تسب ضايفكي ديال ضايفكي تسير ذو ذميك تفكضي التجرة الى العاده ماشي العباده. فهمتوا يا جماعه الخير؟ صافي الماء أجي هذا الماء سمحتي قد أطيل في هذه المقدمة خطر أزمة العالم الكبرى هي هذه لا غير في المستقبل ماشي على البترول على هذا على الماء. الدراسات الاستشرافية المستقبلية تؤكد على هذه الحقيقة المرة معناتها الكيرا غادي يسدونا السبايس ذويك زمان ماشي البترول ذوا. نعم هناك مؤتمرات دولية تنعقد لمناقشة هذه القضية. لذلك يا جماعة الخير فلننتبه باش ننظر كوني في فقهنا كما تعلمنا واحد كي يتوظف ماء من البحر ولازم يقتصد لازم يقتصد. البارح في واحد الحي لقينا الماء تقول حمله البارح ماشي بزاف. بعد قلت للجيران هذوك كيفاش صبت عندكم المطر حنا ما عندناش ولا؟ قال لا في واحد يغسل طوموبيل وكانت حدوره هكذا صدقوني غير تتشمخ الماء يسيل مانيش عارف كيفاش التيوني يصير حاس انك راه يغسل الطوموبيل عادي عادي. معنى لا يجوز هذا تبذير. الشرع يقول لك مين في البحر كي توضا بالقدر اللازم الذي يحقق الغرض هذا في البحر. اما اللي يطلق الروبيني ويطلقها تروح وكذا وكذا هذا كله من التبذير. والماء سمعت الآية اللي قال ربي سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي في سورة الأنبياء الآية 30 الماء. والماء هذا شكون اللي نزلوا؟ رب العزة. ذكرنا قبل حين الماء المطلق ماء الطهور ماء الأمطار. ربي سبحانه يقول ألم ترى كيف أن الله يزجي سحابا يسيغنا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. ورد السجنة أمشي سمي السحاب لأنه يسحب سحاب. لم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه طبقات سيدي كوشة كني وبعدين الركام وكذا وبعدين في النهاية بعد ما يتم التلقيح بين السحابة اللي تحمل الموجب والسالب وهذه اللي هي الزوجية والزوجية تتحقق هنا أمشي أدغلي الهواء يكون تلاقح بين السحابة الموجبة والسالبة وبعدين ينزل المطر أدغلي الهواء. وهذه صورة من صور الزوجية التي وردت في القرآن الكريم مثلا في سورة الذاريات في الآية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين زوجية مبثوثة في الكون ذكورة وأنوثة في عالم البشر ذكر أنثى في عالم الحيوان ذكر أنثى في عالم النبات في عالم الذرة في عالم السحاب في جميع العوالم ما نعلم وما لا نعلم. تجد يقصد ربي في سورة الذاريات الزوجية ذكرك والأنثى الآية 49 ذي العباد لا ذكر لا أنثى
الحيوانات كيف ذي الحشيش ذي الطجور ذي كل شيء. الآية 49 من سورة الذاريات كما الآية 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون ليظل الإعجاز القرآني قائما. الزوجية موجودة في جميع العوالم. ربي قال ومما لا يعلمون. علاش قال ربي هكا؟ باش مهما ارتقى الإنسان في علمه يبقى دائما ما يجهله أكثر مما يعلمه. إذا جماعة الخير نلقاو فيها كلش، فيها فقه، فيها علم، فيها توحيد، فيها إدراك لقدرة الله عز وجل غير المحدودة بلا حدود ولا سدود. الأمطار يعود الآية فيجعله ركاما. بعدين ربي قال فترى الودق معناه المطر لهوى، اسم استعرفت الودق فترى الودق يخرج من خلاله أدفغ الهواء من ذلك السحاب. سلقدر ربي سبحانه ذاقي إلى الهواء ذاقي ولاش ذاقي ثلا ذاقي ولاش وتتحركن ضرب العزة جل جلاله. إذن الماء حياة للإنسان وجعل من الماء كل شيء حي للإنسان. هون زميران عايش بلا أمان. تصور واحد منا عطشان يجي واحد يقول لك خلاص عطشت قريب الموت، يقول لك نعطيك كاس ماء هذا، باش تقول له؟ تقول نعطيك واش حبيت. إذا عندك المملكة تقول نعطي لك المملكة نتاعي كامل، أرض تراب، نعطي لك واش حبيت، أعطي لي فقط كاس ماء. خاطر هذا يجعل ربي سبحانه سببا في حياتك، هذا الماء. وجعلنا بالماء كل شيء حي. النبات الحشيش سواء بيدي فالحشيش دزيزة وتجور وكذا النعمة إلى آخره. لو كاس انت تحسبوا فلاح انت زرعه يزرع يكرز مسكين ولاش يدي فكر ربي الهواء هذاين ماشي. اذا فلاح يدي السمغين ربي يدي ساكن الهواء يدي السمغين النعمة. يلا انرسين النظام ذا الماء ماشي كان الحشيش الحيوان. لذلك الحيوان يلعن عصاة بني آدم إذا ما لقاش الحشيش باش ياكلوا. الحيوان ما يروح هذا يشري الحشيش ويفارى أسيني السبايك ذي مثانا نعبي ذا ربي. انسى شي قال كاين واش دخلني كاين كذا حيوان بغي غير تشغل حشيش ولاش الحشيش ولاش قر دعوة. يلعن في عصاة بني آدم السقر السبان البني ادمين انظر على ربي اعصنت ذيني ربي سبحانه يحبس يجني ودي فكار الهواء اذغى ولاش الحشيش ولاش الشرنت ولاش نعيش. وليث كان باش نزر رانا نعيش فوق ارض واحده ماشي غير حنا اللي نعيشوه وما يعيشوش. خاطر كاين واحد نزعه الاستعلاء والتكبر شغل كوني كان ماذا مشيش الحيوان وكذا والو لا صانك الروح. ذاك ثبت في الصحاح ربي سبحانه اللي غفر لهذاك الذي سقى كلبا الكلب اللي يفوذ الكازاكي يفوذ يسوى يزرع شو يسوى فاد اسمي ديوفا اقجول ولا نسى كرمكم الله يفوث يفوذ يبي في كاس زمان السبات ساقي عفا يا ربي انا عمي صافي كل شيء يسعى زاليس يسعى الروح. كل نفس تسعى ازال ذي الشرع النار. صافي جماعة الخير صافي الماء وماشي غير هذه. الماء أيضا هو عامل من عوامل بناء الحضارات لي سيفيليزاسيون. أطس الحضارة كفنان السبا زمان الحضارة الفينيقية من أسبابها الكبرى الماء البحر. الحضارة الأكادية الحضارة البابلية الحضارة الأشورية حضارات ما بين النهرين العراق الجريح زمان حضارة ما بين النهرين. الحضارة المصرية القديمة نهر النيل سفن النيل حضارة
صافي جماعة الخير كيتكلم على ماشي غير كاين فقه كاين كلش. وقلت لكم وأؤكد أن الماء قد يكون سبب الحر. ثم هذا الماء كيدخل يزيل الظمأ. يقول المرأة يفوذ سوى الغاز وزنا سوا شي تبغيض لا يزول عنك الظمأ. هكا راه ماشي هكا. سوا سكن امان اتفضل مان ذي روح ديريك السم كان يفوذن اثغى الحمد لله ترتوي هكا زيد ذا غماناكي سمحتي ما يليون يفشل يعيا ما يسيرد اد يخوي. ولذلك الوضوء والحمد لله هذه من مقاصده تنشيط الجسم كتتوضا تنشط فضلا عن كونها طاعه وعباده وهي مفتاح الصلاه. زيد أن الماء إذا كان واحد خدم كيعرق العرق هذا كيخرج هذا مظهر الصحة. يعني يون مرض أدفنتك السموم مني تسيدي يون ما إلا يعتسف أدفغ ثيثي يخاكا ثيثي اللي مدفغ لها وثيثي ذمان والعرق ماء صح. وكي واحد يحزن يبكي الدمعة ما ولا ماشي ما والدموع ملاح كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. في هذا الحديث نذكره كثير في رمضان في آخر الحديث ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه وصفحت صلت عليه الملائكة لا ليالي رمضان كلها وصفحه جبريل ليلة القدر ومن صفحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. أذ يرقق وليس وذا زلني من طونيس ويكون استقبالي قارنا كي مصرع ذا سوث استقبالي ممكن كانت مصرع أتسوث أشو قصد نقوى ولاقي مصرع التكناوث أدفك لهوا مصرع الثاسة أدفك مطون فوالا يولدي ولا يحزن يولدي غادي يحزن تسنين كي رعذم اذا غادفغني مطاول خير دفغني ولا ذقي من داخل اتقفرض خير هذه الصفر بنادم ولا ذي قفر ولكن دفغني مطاول قارن مطاول الرحمه ماشي ذي مطاول بين الشمثن ذي قابل القاضان سيدي ربي سوين الهواره صافي ما فغندي مطاول ذا غنفعل مطاول زمان صفي أمانجي سبحان الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. وما خصنا هو مان أنخدم صلاة الاستسقاء. هذه كلها مقدمة باش نوصلوا لصلاة الاستسقاء. اسمحوا لي قبل ما نكمل يلا صلاة الاستسقاء علاش نديروا هذه الصلاة؟ احنا قلنا قبل حين أي شيء يصرف في الكون خلل نعمة مألوفة زالت زيك وقاد يشفان الشتوى غنفذو ثابسوث الخريف كل شيء يقرز ثورة خاطي ثورة خرف كلش ثورة تيكوال قنفذو تفض الهواء تيكوال الشتوى تفض الطيج ولا شوكا يفور تيكوال نسأل الله العفو والعافية. طيب صلاة الاستسقاء مشروعيتها هي صلاة مشروعة عند جماهير أئمة الفقه. دليل المشروعية تاسيقلان منها نذكره ما ورد في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي. خرج إلى المصلى يستسقي. الاستسقاء معناه طلب السقي أو السقيا يطلب ولاش الهوى يحبسيه الني يفقد النبي صلى الله عليه وسلم يزور صلاة الاستسقاء وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. بلا ما ندخلوا في التفاصيل كلكم صليتوا صلاة الاستسقاء وشفتوا الأئمة كيف كانوا يصلون وقد صليناها على مدار السنوات وما نزال نصليها نسأل الله أن يغيثنا بغيثه. وفي رواية لهما رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه يعني الرداء نس البسينس وصلى ركعتين. طبعا كما سنذكر بعد حين صفة الصلاة ركعتين.
وفي رواية أخرى الإمام البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وطبعا صلاة الاستسقاء انتظال بنادم سلجهر وزرام الأصل دي الصلوات وزال أذيلين سرية، والأصل دي الصلوات قيض أذيلين جهرية. ولكن في كذاكي عند ديوسانت الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما السنة القولية ما السنة الفعلية إزوليثنت جهر فيهما بالقراءة. وفي رواية البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما، يعني مرة يدعو ربي سبحانه يدعو السيف الدي، ثم توجه قبل القبلة يعني في اتجاه القبلة وحول رداءه إلى آخره. وكذلك حصل الإجماع، المسلمون مجمعون على مشروعية صلاة الاستسقاء. المعنيس ذيوث تظليث يلان ذي الشرعيث النغ. الحكم ينس هي سنة عينية مؤكدة تلي في التأكيد صلاة الكسوف، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق. تلي في التأكيد صلاة الكسوف يعني كسوف الشمس، صلاة الكسوف كما شرحناها في درسنا السابق. الشروط السنيينس الحقيقة لنا ثلاثة. الشرط مزوارو البلوغ، يعني إلى قونا راه الظن صلاة الاستسقاء ديالي قد بلغ. العلماء انك اي غار خاطر بالنسبة للصبي مستحبة، بالنسبة للصبي على وجه الاستحباب، خاطر هناك اني يوصل يبظن سن البلوغ يجري عليه القلم، المعنيس يبظ سن التكليف. والتكليف طبعا درجات كما ذكرنا في أكثر من مرة، ونحن نتحدث عن أهلية الأداء. في سنة الذكورة معناها فهي سنة في حق الرجال ومستحبة في حق النساء. ذي رجازنا ريفا نظلن فلسني إثلا السنية، ولكن ميلا تسلاوين مستحبة في حق النساء. ما ظلن تلاوين صلاة الاستسقاء يجوز. وطبعا يا جماعة الخير تلقى بين قوسين ثيكوال يتسيلي الباطل ديال مسألة ديال دركاز تلاوين وكذا إذا قالوا غير متشرعي ما تشوفوا ساعة العادة قال لا غيس يسعى الراي ذا الراي نين سرير الشريعة خاطئين دا شويه ديال الشريعة والسلام. ذايا كان ما إلا من بعد ما إلا يثمطوا تبغى تظهر أين الإشكال؟ حتى المساجد في ربما إلا مكندا ثمطوا باش تروح الجامع حاجة سم قران والحديث انك لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. صف غادي لي ولا سمطوث، وهذا وجه من وجوه المساواة بين الرجال والنساء. ما كاينش مساواة مطلقة، كل واحد عنده خصوصيات لي كاركتيرستيك نتاعو كل واحد، وكاين احكام مشتركه وكاين احكام خاصه للرجال وكاين احكام خاصه للنساء. صافي بالنسبه لموضوع الذكوره يعني فصلاه الاستسقاء سنه في حق الرجال ولكنها مستحبه في حق النساء. الجماعه تحصل السنه بصلاتها جماعه خلف الامام او مع الامام، يعني صلاة الاستسقاء أنا لي ذي الجماعة أكو هذا الإمام، خاطر الأحاديث اللي سمعناها كامل تؤكد على النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالجماعة بالناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة بالمؤمنين، فمن فاتته مع الجماعة أو لم يخرج أصلا يعني يستحب له أن يصليها اتصال واحد اسمه لا والحق الجماعة يجوز باش اتصال وحدس. وكاين من العلماء اللي قال لك الجماعة شرط في سنيتها، فمن فاتته مع الجماعة يندب له الصلاة فقط كالعيد والكسوف كما ذكرنا فيما سبق. الأسباب ينس في
الحقيقة تشرع لعدة أسباب. السبب الأول والسبب الثاني هما مهمان، وكاين أسباب أخرى ولكن نركز على السببين اللي هو العطش بيلا فوذا فاذ كما كدنا غيث مثلا يا إما فاذ جمذانا نغفاذ الحيوانات البهائم ورفينا رمان ولا شمان ثقي السبب الأول. السبب والسين ميلا الجدب ولا شمان بالنسبة للزرع يتجور وكذا ولاش. ولكن أماكن ذا نزمر نزال صلاة الاستسقاء عمومي البركة ممكن لهوات كيف يكون نزال. هذه مسألة مهمة يعني ذكرها بعض العلماء، قال لك ممكن المطر ينزل اليوم وحنا غادي ممكن نصليو صلاة الاستسقاء. تعرفوا المرة اللي فاتت كي اعلنوا في اليوتيوب اللي صارت كذا راهي الامطار جايه وبعدين بعض المساجد صلاوا وكان اللي اثار زوبعه. قال كيفاه كي شافوا في اليوتيوب اللي الامطار هاي جايه وبعدين زعما راحوا يصلوا صلاة الاستسقاء. يعني علاش ندخلوا في هذه المتاهات يا جماعه الخير؟ يا خويا ممكن شفنا في اليوتيوب نصليوا صلاة الاستسقاء، اين المانع؟ هي صلاة من الصلوات المشروعات، ثم لا نصلي فقط من أجل، نصلي أيضا من أجل البركة. يعني نصلي صلاة الاستسقاء ولو علمنا علميا بلي رمطر راه جايه، ولكن باش ربي يبارك يجعل هذا الماء مبارك ولا لا. وممكن تنزل أمطار فيضانات طوفان، وتفكروا كاع باب الواد واش صرا، احنا عشناها في الجزائر باب الواد ذي الامطار. صافي من مقاصد صلاة الاستسقاء ذا باش هذه الومان راد يغلين ذمان يسعان ان شاء الله يسعان المبارك، هذا من البركه ذمان راه ينفعنا ونتضروا خاطر ذا غمان ما الا قوان يزمر ضرا يزمر سخسرا يزمر سفسدا يزمر داوين الموت يزمر داوين غالين خامن هدني خامن غالين سميس الجسور وتضروا الموتى ويضروا العجب وذا النزرة صافي باب الواد. وعندنا نظن كذلك هذه غردايه يلوقتها كذلك ايضا، يعني بوثن وحمال شحال الموتى شحال صافي. ذي الامور العبادات اخوتي لازم واحد ما يلزمش نلعبوا كلش، يعني كلشي نلعب ويروحوا يتهموا الائمه مش عارفين وكيفاه زعما وكذا، وهذا سمعناها يعني من بعض الناس هداهم الله وهدانا جميعا الى سواء السبيل. خلاص قال الامام صلاه الاستسقاء غدا الساعه كذا كذا، اللي بغى يصلي يصلي ما بغاش ويريح. علاش نثير هذه الامور في المجالس وبعضهم بالتهكم وبعضهم بكذا وبعضهم كذا؟ لماذا جماعة؟ هذه طاعات، هذه عبادات، هذه عبادات يا خوتي والله العظيم. غير لغو الكلام يعني في هذه الأمور غير لا يجوز يا جماعة الخير. ويوم القيامة الإنسان يحاسب، ربي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورة قاف الآية 18. إذ سميفة تقد هو يكتب ذركوا أنا أحدثكم هذا الكلام راه موثق، راه موثق معناتها مسؤول عليه يوم القيامة. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، ونطلب العذر من الله والمغفرة دائما ولا نتعمد. ولكن ماشي واحد يتعمد يعني يعمد يخدم الشغل يقين طاعات ويقصر إلى آخره. طيب إذن بينا الأسباب وكان أحاديث كثيرة على كل حال. نحاول نتجاوز هذه الأحاديث الكثيرة، نروح مباشرة إلى وقت صلاة الاستسقاء. وقت صلاة الاستسقاء يبدأ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح كما يقول الفقهاء يعني، ويمتد ذلك إلى ذلك الوقت يمتد إلى غاية الزوال. ثم ذي الوقت منين نزل صلاة الاستسقاء يعني اسكو اسم دي شرقية طيج حينما تحل النافلة
هكا زمادي نضرب ساعه 20 دقيقه تقول ما ديش رقيطيش بالمين الزول لكن هذه الطفل ما الزوال ساقي لا بيريود ساقي المده يعني يقلق انزل صلاه الاستسقاء فلا تفعل هذه الصلاه قبل دخول الوقت حل النافله لا يمكن ماشي قبل ماشي من الزول مثلا الصبح تنزل تنزل بعد الزوال لا تحل لا قبل ولا بعد لا قبل حل النافلة لا تحل ولا بعد الزوال لا تصلى صفتها ركعتان كسائر النوافل تظل ثقي صلاة الاستسقاء السناث من الركعات أم النوافل إياك إذننا أدو إلى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الحديث إنك يزول صنف الركعات ويزول يثنت سلجهر يعني الصوت وفي أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب كثيرة. الآن نروح إلى الحديث عن مندوبات صلاة الاستسقاء كثيرة أركز على أهمها. ثم زوروث تؤدى صلاة الاستسقاء في المصلى. الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى كما شرحنا هذا فيما سبق. هذه صلاة العيدين مثلا ماشي داخل الجامع أتنزل برا. ثبت أن الرسول لما مر في الحديث المذكور آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وصلاتها داخل المسجد صحيحة ولكنها على الكراهة وترفع الكراهة للضرورة مثل الضرورة ذي الخوف نغذ بهذه الامطار الغزيره ممكن راهي تتساقط الوقت نوا نزل صلاه الاستسقاء بعد هو ثكات سواطاس دي برا نزل داخل الجامع فيرفع حكم الكراهه للضروره او للحاجه. طيب وقيل مندوبه مزوارو اذن السنزال ذي برا والسين القراءه يعني شديغر الإمام أماكن دقار ذي صلاة العيدين سورة الأعلى والغاشية نرجو الشمسين ولحوها أي صورة من الصور ولكن من خلال تتبع لسنن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحب الكرام كانوا يقرأوا بهذه الصور تسيقى قيل إدقارا لذلك نزال استيقاذاكي ولكن ما إلا الشيخ يزول بصور أخرى فهذا أمر ليس فيه أدنى حرج. المندوب ثلاثة الجهر بالقراءة لحديث عبد الله بن زيد المذكور ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة صافي النغاون تظل النهارية نوافل وزال الأصل فيها السرية تنزل سر مرزض مثلا الرواتب الظهر السناث ربعة قبل الظهر السناث ربعة بعد الظهر انزل السرية أما ذا الفرائض أما ذا السنن هكا ولكن إذا كان واحد يقضي الصلوات الجهرية في النهار يقضيها كما وجبت وين راه يقضي انتظرت من الصباح نغي يقضي صلاة المغرب نغ العشاء غسل غزال انتظار أكني لانت الصباح نغ الفجر أقصد الفرض جهرا غاسي زول تفلطنا شو زال المغرب يقضيها جهرا والعشاء جهرا طبعا ركعتين في مزوال. إذن الجهر بالقراءة وقيل المندوب ثلاثة المندوب أربعة استقبال الإمام للقبلة بعد الخطبة المعنيس يندب وقيل من باب الندب للإمام بعد الانتهاء أو بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل القبلة بوجهه حال كونه قائما ظهره للناس نكيف رمى إلا ذي الدعاء ميكفى الشيخ تظليث يستقبل الناس ولكن ذاقي ذي صلاة الاستسقاء أدير ظهر ينس المأمومين نتسا يتجه للقبلة يدعو الله عز وجل. وقيل المندوبس أربعة المندوبس خمسة الخطبتان أذيلين بعد الصلاة
مثل خطبتي العيد زرام ديال الجمعة الخطبتان أذيلينت قبل الصلاة ديال الجمعة الشيخ غادي يخدم خطبتين من بعد أنزل الجمعة ذي العيد مشطوح ذي العيد قرانت أنزل العيد من بعد الخطبتين ميم ذاكي ذي صلاة الاستسقاء الشيخ غادي يخدم الخطبتين من بعد فازاليث ميكزول ركعتين غادي يخدم خطبتين باش غادي يخدم الشيخ موعظة يعظ الناس يخوفهم بأثر المعاصي أو بنتائج وآثار المعاصي وكذلك يظهر يتحدث عن ظاهرة الجدب والقحط دين سببها هي المعاصي وقد قلت لكم قبل حين أن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا لم تجد ما تأكله مفغني خرفينا كذي زقارن باش هذاك الشيء نحشيشولو فينا راه يلعنونا في العصا تسقرني السبه ايمي قلا نقيمي الشر نقيمي اللاز كل هذه يذكرها الامام في خطبتيه وكذلك يذكر الناس بالعودة إلى الله بالتوبة والإنابة ورد المظالم وكذلك ويأمر الناس بالصدقة وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها في الحقيقة هذه هي الأسباب اللي جعلها رب سبحانه عز وجل لقبول الطاعات وقبول العبادات وكذلك استجابة الدعاء، وإلا نسأل الله العفو والعافية. ذا شو يكثر من الاستغفار يعني ذي الخطبتين نستقي ذي المندوب ويس 5 المندوب ويس 6 قلب الرداء يندب للإمام أن يقلب رداءه يعني مثلا برنسيس نغا شوي ساكني نغا بالطويس بحيث يجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن، وهذا هو المقصود. وقد رأيتم أئمتنا كيف يفعلون في مثل هذه الأمور وبالعكس ولكن بلا تنكيس للرداء، ماشي المقصود معنى تنكيس الرداء، وهذا أمر معلوم ولم تفاؤلا بأن ينقلهم الله عز وجل من حال إلى حال. المقصود ذاكي يا أخي قرن ذي الدعاء اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، وإن كان بعض العلماء يقول لك أدنيني لو كان وضعنا حسنا نقول إلى أحسن حال، نقول لهم غير وضعنا من الحال السيء إلى الحال الحسن المرحلة الأولى، وبعدين نروحوا للدوزيام إيتاب المرحلة الثانية اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، ولكن تفاؤلا نقول ذلك يعني قلب الرداء وكذا المقصود ينس، ولكن ليس شرطا أن نعرف القصد، لأنه في الأمور التعبدية ليس شرطا أن ندرك الحكم أو المقاصد، ماشي شرط، ماشي في الأمور المعاملات ذي المعاملات نبحث عن المقاصد على باش نديروا القياسات، ما إلا معاملة مشروعة نبحث عن المقاصد، ما إلا معاملة ممنوعة نبحث عن الحكم والمقاصد والأسرار باش نعمل قواعد القياس لتجدد قضايا الناس وأمور الناس. ولكن في العبادات ما فيهاش كلام. ممكن نقول لك علاش تسبق في الوضوء الفم والأنف، علاه سيدي اي بورتون ماشي فرائض، يعني كاين ما يسمى ما يذكره العلماء صفتي الوضوء، كاين صفة الإجزاء كاين صفة الكمال. لو كان واحد يطبق ما ورد في سورة المائدة نتاع الفرائض هذوك اللي شرحناها يكفي، هذا يجزي. ولكن المضمضة والأنف وكذا ماهيش مذكور في القرآن الكريم. المندوب السابع هو الإلحاح في الدعاء، ولكن قبل ذلك قلنا بأن الإمام يندب له باش يقلب الرداء نتاعو، ماهوش فقط الإمام كي يقلب الرداء نتاعو يندب للحاضرين للمأمومين باش يقلبوا الرداء نتاعهم وهم قعود، يعني أذيلين قيما ماشي هذا بدنا من الإمام خاطئ. المندوب السبعة ذا شوث الإلحاح في الدعاء،
يعني في الحديث حديث عبد الله بن زيد يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أطال الدعاء وأكثر المسألة، يعني يطول في الدعاء ويسأل الله عز وجل بالغيث بالتوبة وأن يغير الحال إلى أحسن حال إلى آخره. والمندوب والثمانية يندب رفع اليدين في الدعاء، يعني أذير في فسنس عليه الصلاة والسلام كلمة ولين بياض الإبطين سلمة ولان ثولانت الإبطينس يعني ولانت، كان يرفع يديه في الدعاء. وهذا دليل آخر يضاف إلى ما ذكرنا في أمر رفع اليدين في الدعاء. نهضر دا شحال بردان باللي مثل مفلاح النغا كل المؤمنين نغا كل في نفس السن أنشتاقي مشروع والأدلة كثيرة في هذا الباب. والأدعية يخدم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كي نقول الإمام يرفع يديه بالدعاء، يأتي المندوب الآخر اللي هو تأمين المأمومين على دعاء الإمام، وهذا أيضا مندوب يقول آمين آمين، يعني المقصود استجب يا رب العالمين استجب. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام هي كثيرة أذكر على سبيل المثال اللهم اسق عبادك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وجي من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن رواه الإمام مالك والإمام أبو داود وغيرهما، وكذلك حديث جابر أمشي يقدعون النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار، هذا ينفع ذا من راه ينفعا ماشي ذا من راه يضرا، عاجلا غير آجل. يعني وطبعا كان يظل النبي صلى الله عليه وسلم الخير ربي دائما لا، والحمد لله وقد ثبت ذلك إلى يوم الناس هذا أن ربي سبحانه ما يخيبش، ولكن الإنسان لا يمل ماشي ما إلا نظل ودي فكارا بعدنا يسنا خاط، لا دائما نلح في الدعاء ونكثر ونسأل الله عز وجل الاستجابة والقبول. أخيرا باختصار نتحدث عن بعض مندوبات الخطبتين. أذكر على سبيل المثال أولا الخطبة ماشي كما هو مألوف فوق المنبر، بل حكم الكثير من الفقهاء بالكراهة بل تكون على الأرض، الإمام يوقف قائم فوق الأرض على الأرض، يعني ما يطلعش فوق هذا إظهار التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى. قال أن الستور ذي ربي سبحانه عز وجل، والإمام هذه الظال هذه يخدم الخطبتين تخدم على الأرض. وكذلك هذه يخدم مثل الخطبتين وهذا مندوب أيضا جلوس في أول خطبة في أول كل خطبة، التوكل على العصا يعني في سفلى وكواز، وكذلك الإكثار من الاستغفار بلا حدود، يعني يكثر من الاستغفار. وكذلك بالنسبة للمأمومين الإنصات، حسن الإنصات لما يقوله الإمام من مواعظ ومن مذكرات في خطبتيه. وهناك أيضا بعض المندوبات قبل الخروج في الحقيقة إلى صلاة الاستسقاء، أصلا من هذه المندوبات التوبة، معنى كي نروحوا لصلاة الاستسقاء ماشي شغل هكذا نروحوا نورمال الشيخ قالنا غدوه نصلي نروحوا نصلي، كل واحد يحاول يرجع روحه. بالك واحد منا اللي يتوب توبة نصوح ربي يجعل دعاءه هو السبب باش ينزل الغيث، صافي معنى الإنسان ربي يعلم السر وأخفاه، ثقيل قبل ما يروح يثوب يا سيدي ربي أفي روح سيدي ربي يثوب. وكذلك رد المظالم ما يليون يعني يتشلح بايض يتشاثي ذي بايض، وكذلك ما يبرد مزوال الصدقة، يعني يكثر المراقي كامل. في الحقيقة هذه إن شاء الله تعالى من المندوبات اللي مقررة قبل الخروج إلى الصلاة أصلا، باش نزر بالله ربي سبحانه يوعدد والله لا يخلف الميعاد، إن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وشروط الدعاء معروفة في مواضع كثيرة، ولكن نحن نجتهد في تحصيل هذه الشروط، ثم ربي سبحانه هو صاحب القرار، قرنك العبد تحبير ربي يدبر.
إن شاء الله انتهينا من السنن المؤكدة، سنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في موضوع جديد. جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى حسن إنصاتكم، حفظكم الله وسد خطاكم. نسأل الله عز وجل أن يغيثنا بغيثه العميم، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.